القصة بتبدأ يوم 27 أكتوبر 1930 في محافظة ميت سراف في المنوفية، عن واحد اسمه خليل جاي يقدم بلاغ في القسم عن اختفاء ابنه عبد السلام. ابنه اختفى فجأة من يومين، وخليل فضل يدور عليه في كل مكان. وبعد ما خرج من القسم حزين وما بيفكرش غير في ابنه، فجأة وهو ماشي لقى أهل القرية متجمعين حوالين الترعة. قرب منهم ولقى الناس بيشاوروا على حاجة طافية على وش المية، والمفاجأة إن هي كانت جثة ابنه. وهنا خليل انهار وفضل يصرخ لحد ما البوليس وصل للمكان، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي عشان يعرفوا سبب الوفاة. تاني يوم طلع التقرير إن عبد السلام اتطعن بسكينة صغيرة، ولكن سبب الوفاة إن الجاني غرقه في المية لحد ما مات. وهنا بدأ التحقيق، واتسأل الأب لو عنده أي شكوك أو عداوات من أي نوع، ونفى الأب. وهنا بدأ المحقق يستكمل التحقيق، وأثناء التحقيق وصلوا إن عبد السلام قبل موته اتشاف مع شاب تاني اسمه عبد العظيم، كان بينهم خناقة مع شاب تاني اسمه عطوة. وهنا رجعت البسمة لوش سيدة اللي كانت بتستنى بفارغ الصبر رسايل عطوة، وفضل الوضع كده لحد ما ابتدى يلاحظ عبد العظيم إن عبد السلام بيروح كتير لبيت سيد، ولكن قرر إنه يستغل الوضع بإنه يتقرب للطفل عبد السلام، وكان فاكر إنه هيضحك عليه بأي حاجة ويخليه يبعت رسايله هو كمان لسيدة. وأخد الطفل معاه في يوم بره البلد، ولكن الغريبة إن هو رجع لوحده، ومن ساعتها اختفى عبد السلام، وبعديها بيومين ظهرت جثته في الترعة. رجال البوليس جمعوا المعلومات دي، وبناء عليها قبضوا على عبد العظيم على ذمة القضية. وبعد التحقيق معاه اعترف إنه قابل عبد السلام يوميها وخرجوا مع بعض، ولكن في الطريق قابل عطوة واتخانقوا، وبعد الخناقة أخد عطوة ابن عمه ومشى، وعبد العظيم رجع لوحده للقرية، ومن ساعتها ما يعرفش حاجة عن عبد السلام. وبناء على كده تم استدعاء عطوة للتحقيق، وقال إن يوميها كان شغال مع والده في الأرض ومعاه شهود يثبتوا الكلام ده. وبعد التحقيق مع العمال اللي شغالين في الأرض أثبتوا كلام عطوة، وبالتالي تم الإفراج عن عطوة واستمرار حبس عبد العظيم. ولكن بعد التحقيق وقت الوفاة اكتشفوا ان استحالة عبد العظيم يبقى هو القاتل، لان عبد العظيم اتشاف في القرية وقت العصر، وعبد السلام اتقتل بالليل. وبناء عليه تم الافراج عن عبد العظيم، واستمر التحقيق في البحث عن القاتل. في الوقت ده كان عطوة بعيد عن سيدة، ولكنه كان متأكد ان عبد السلام سبب موته هو عبد العظيم، وان الافراج عنه ده عن طريق الغلط. والأيام عدت ورجعت سيدة تخرج من البيت، ورجعت تاني تقابل عطوة، واستمرت علاقتهم كأن عبد السلام ما ماتش وما حصلش أي حاجة. ولكن في يوم من الأيام عبد العظيم شافهم مع بعض واتفاجئ واتخانق مع عطوة تاني، وعبد العظيم قرر انه يسوق سمعة سيدة ويتكلم عليها في كل مكان عشان والدها يبعدها عن عطوة. ساءت سمعة سيدة جدا، والاخبار وصلت لباباها وقرر يحبسها تاني في البيت. لحد ما في يوم كان عبد العظيم شغال في الارض الزراعية بتاعته واللي كانت بره قرية، وبعد ما خلص شغل وقت المغرب قرر انه يرجع للقرية مشي. وهو ماشي ظهر شخص مجهول وسط الزرع وضرب نار عليه، والطلقة جت في كتفه ووقع على الأرض وأغمى عليه. وبعد شوية صحى لقى نفسه إنه نجا لحسن حظ. وهنا قعد يقوم وحاول يطلب النجدة من أهل القرية ويطلع أصوات عشان حد يساعده، لحد ما أهل القرية سمعوه. تم نقله للمستشفى، ولكن قبل ما يغمى عليه وهو رايح طلب من أهل القرية يبلغوا العمدة إن عطوة هو اللي ضرب عليه النار. وصل الخبر للعمدة اللي بلغ اسم الشرطة، وبعد شوية فاق عبد العظيم في المستشفى وقال إن عطوة هو اللي ضرب عليه النار، وقال كمان إنه عارف إن عطوة أخيرا أقنع أهل سيدة إن هم يوافقوا إنهم يتجوزوا، واتهم عطوة إن هو اللي قتل عبد السلام، وإن هو حاول يقتله عشان ما يكشفش سر الجريمة. ولكن أهل القرية شهدوا إن هم ما شافوش عطوة حتى رايح لمكان الجريمة، ولكن تم استدعاء عطوة عشان يعرفوا مكانه وقت حدوث الجريمة. وتم تفتيش بيته
ولكن المفاجأة إنهم لقوا بندقية من نفس النوع اللي اتضرب بيه عبد العظيم. ولما تم مواجهة عطوة بالكلام ده قال إنه كان مع سيدة وقت الجريمة، ولكن رفض يقول هما كانوا فين عشان الفضيحة. والضابط وعده إن التحقيق هيبقى سري والكلام اللي هيقوله مش هيوصل لحد. وهنا اعترف عطوة إن هو اتجوز سيدة في السر، وقال إنه اتفق مع سيدة إن هي هتوهم أهلها إن هي رايحة تقعد عند أختها في القاهرة، لكن الحقيقة إنهم كانوا بيتقابلوا في بيته، وكانت دي الليلة اللي اتضرب فيها عبد السلام، ودي كانت أول ليلة ليه مع سيدة بعد ما أهلها رفضوا جوازهم. ولكن شهادة عطوة ما كانتش كافية إن هي تخرجه من القضية، والضابط كان مصمم إن هو يتدعي سيد، ولكن عطوة رفض جدا وقال إن هو مستعد يتسجن عن إنه يفضح مراته. ولكن الضابط طمنه تاني إن محدش هيعرف حاجة من اللي هتتقال جوه التحقيق. وهنا استدعى سيدة وراحت القسم، وبدأ الضابط يسألها عن مكان تواجد عطوة ليلة الحادث، فاعترفت إن هي اتجوزت عطوة على سنة الله ورسوله، وإنهم كانوا في بيته بعيد عن عيون الناس. وقالت إن والدها كان رافض جوازها بعطوة لدرجة إن الموضوع وصل للقتل. وهنا انهارت وقالت إن هي وعطوة بيحبوا بعض، ولكن والدها رافض إن هو يجوزهم عشان ما تتشوهش سمعتها في القرية ويتقال إن هي كانت ماشية معاه قبل ما يتجوزها. في اللحظة دي كان الضابط مصدوم وسألها عن جملة إن الموضوع وصل للقتل، ولكنها رفضت تتكلم ورجعت البيت. وفي نفس اليوم سمع أهل القرية صوت صريخ جاي من عند بيت سيدة، اتجمعوا حوالين البيت ولقوا سيدة على الأرض وغرقانة في دمها. بعد ما والدها طعنها بسكينة نقلوها للمستشفى بسرعة، ولحسن الحظ كانت لسه عايشة. وبعد ساعات فاقت سيدة وقررت إن هي تحكي الحكاية كاملة. قالت إن من سنة قررت أسرتها إن هم يسيبوا مكانهم وينقلوا لمكان تاني بعد ما والدتها ماتت، وورثت قطعة أرض، وقطعة الأرض دي كانت رزق ليهم من السماء لأنهم كانوا فقراء جدا. فقرر والدها إن هم ينقلوا جنب مكان الأرض دي عشان يزرعوها. وأول ما وصلوا القرية وقعت عينيها على عطوة وعبد السلام اللي كانوا في الأول صحاب لحد ما وقعوا في حبها، وفضلوا هما الاتنين يتقربوا لها. لكن عطوة هو اللي دخل قلبها، كانت تتمنى تتجوزه، ولكن عبد العظيم ما كانش سايبهم في حالهم. وعادت قصة ان هما اتخانقوا مع بعض لحد ما الأخبار وصلت لوالدها. ولكن اللي ما كانش اتقال ان في يوم من الأيام سيدة قررت تخرج في نص الليل عشان تقابل عطوة، ووالدها شافها نزل فيها ضرب لدرجة انه كان هيقتلها لولا تدخل عبد العظيم اللي اتدخل في الموضوع وكان عايز يخطبها كمان. ووالدها وافق على عبد العظيم، وهنا كان عبد العظيم سابق عطوة بخطوة. ولكن سيدة رفضت عبد العظيم لدرجة ان هي حاولت تحرق نفسها، ونجحت في ان هي تخلي والدها يخاف عليها ويرفض عبد العظيم. وبعد ايام عطوة اتقدم لها تاني، ولكن والدها برضه رفض بسبب الاشاعات اللي كانت حواليهم، وان هو كده هيأكد الاشاعات دي. وبدأ عطوة يبعت رسائل لسيدة عن طريق عبد السلام، ووالدها راح دخول عبد السلام لأوضة سيدة كتير وعرف ان هو المرسال بينها وبين عطوة. وفي يوم شاف جواب بينها وبين عطوة، ولكن ما اداش رد فعل. وفي نفس الليلة اتشاف وهو بيتكلم مع راجل اسمه مرعي، وكان الشر واضح في عينيه. وبعد يومين سمعوا خبر موت عبد السلام، وبدأت سيدة تشك ان والدها هو اللي ورا موت عبد السلام عشان يوقف التواصل بينها وبين عطوة، وفي نفس الوقت يتهموا عبد العظيم هو بالقتل. والدها كان عايز ينهي كل شيء عن طريق موت عبد السلام ابن عم عطوة، وبكده عطوة يفتكر ان علاقتهم هي سبب موت ابن عمه وينهيها، وفي نفس الوقت يتهموا عبد السلام بالقتل. سيدة بدأت تشك في كل حاجة، خصوصا بعد ما شافت والدها ومرعي ومعاهم بندقية، واتصرفت وهربت بسرعة ووصلت لعطوة وطلبت منه انهم يهربوا قبل ما والدها يقتلها. وفي اللحظة دي قرروا انهم يتجوزوا ويعيشوا بعيد عن القرية لحد ما تهدى الامور. وبعد فترة عرفت سيدة بمحاولة قتل عبد العظيم وان المتهم فيه عطوة، وبما ان عطوة كان مع سيدة في نفس الوقت بدأت تتأكد ان والدها وعبد العظيم متفقين مع بعض على تمثيلية عشان يتهموا عطوة ويخلصوا منه، أو إن أبوها كان عايز يتخلص من عبد العظيم عشان الكلام اللي طلعوا عليها، وإنه كان عايز يشوه سمعتها. وفي النهاية بعد اعترافات سيدة تم القبض على والدها، واعترف
إن هو المسؤول عن قتل عبد السلام، وقال إنه كان عايز إن عبد العظيم هو اللي يشيل التهمة بداله، وكان عايز كمان يخلق عداوة بين عيلة عبد السلام وعيلة عبد العظيم ومن ضمنهم عطوة. وبعد فشل خطته قرر إنه يقتل عبد العظيم، وبعد فشل خطته كان ناوي إنه يقتل سيدة كمان بعد ما يخلص من عطوة وعبد العظيم، بس فشلت خطته. وأخيرا اعترف إنه قتل عبد السلام أصلا عشان يخفي حقيقة علاقة بنته بعطوة ويشوه سمعة العيلتين، عيلة عطوة وعبد السلام. وفي الآخر انهار واعترف إن كلام أصحابه عن بنته هو اللي خلاه يفكر في الجريمة دي. بعد دخول والد سيدة السجن اتجوزوا سيدة وعطوة جواز رسمي وعاشوا في هدوء بعيد عن القرية. ولكن بعد فترة اتوفى والد سيدة في السجن، واتقال إن عيلة عبد السلام هم اللي بعتوا حد يقتله عشان ياخدوا بطارهم من عيلة سيدة. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. ما تنسوش تتابعونا وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واستنونا مع قصة جديدة.